صدر تقرير الطب الشرعي من مشفى دريكيش المتعلق بحالة وفاة الشاب قيس الزرزور يلي انوجد اليوم متوفي في مغارة الدلبة. مثل ما حكينا امبارح، مثل ما قلت لكم للي شاف الفيديو تبع امبارح بيعرف عن شو عم احكي. حكيت انه اليوم او بكره بالكتير رح يطلعوا الجثة من المغارة. اما بالنسبة لتقرير الطب الشرعي فتبين انه الوفاة كانت نتيجة توقف القلب بسبب توقف الاكسجين. مثل ما بنعرف هو انوجد على عمق حوالي 800 متر في المغارة، في نقص بالأكسجين. هو للأسف علق هنيك بهالمكان وما كان قادر يطلع إطلاقا، وإلا كان نفد بريشه، مما أدى لوفاته للأسف. وفقا لحالة الجثة انوجد أنه هي حالتها سليمة بالنسبة للوضع اللي كان فيه، وما في أي شبهة إجرامية بالموضوع، يعني ما في أي جريمة صارت أبدا. يعني هو اللي دخل قلب المغارة وغمق فيها لجوا. أما بالنسبة